هو القانون هو اللي مقدس ولا العدالة هي اللي مقدسة؟ ممكن لو انت شخص عقلاني تقول ان القانون هو الوسيلة لتحقيق العدالة، لكن هل ده هيفضل كلامك لو حد استخدم ثغرات القانون علشان يظلم الناس؟ بص، الموضوع بدأ مع هوانج سيونج اللي قتل فرقة العدل هاشتاج فرقة العدالة بس بتاعت العالم ده، وقتل حراس السجن وقتل اخو البطل، وكان ناقص يقتلني بس الحمد لله ربنا ستر. وبعد معركة طاحنة مع البطل انهزم، وكان خلاص البطل سيو كانج يو هيقتله، بس افتكر ان قائدة الفريق رزعته واحدة، البطل هو اللي بينقذ الناس مش بيقتلهم، ومهما حصل ما تقتلش حد وخليهم ياخدوا محاكمة عادلة. وسلم الشرير اللي قتل فريقه للبوليس وحكموا عليه فعلا بالإعدام، لكن يوم التنفيذ حد اتحكم في الأجهزة اللي بتسلب قوة الأشرار. وطبعا هوانج ما سماش، فرم الناس بتوع السجن وشنيرهم حرفيا، عامل منهم بطاطس محمرة. والمفاجأة اخو البطل طلع واحد من السجانين، والشرير عمل منه كورة لحم حرفيا، ورؤساء السجن بيروحوا للبطل علشان يطلبوا منه المساعدة لان الاختراق كان في السجن كله، وهو بيوافق لكن بشرط انه خلاص هيتوقف عن كونه بطل وهيبقى جلاد ومنفذ الإعدام على المساجين. ودي كانت بداية منهوة The Executioner، والمنهوة فيها جدال كبير جدا عن فكرة إعادة التأهيل، وهل هي فعلا فعالة ولا الصح إننا نقتل أي حد بيعمل حاجة غلط، وده بيظهر شخصيات بدوافع أسطورية. ممكن أول مشهد لشخصية ما تكرهها وتظن إن هي شريرة، ولكن أفعالها ودوافعها بتكون طيبة، والنتيجة النهائية إن لأفعالها دي بتكون خيرة. فهل هو صح ولا غلط؟ وعم الحاج ده، في عم حاج كده جامد بيظهر عنده طريقة تفكير عبثية جدا، تحسه إروين سميث اللي هو احنا هنقتل أي حد في سبيل النهاية العظيمة. وفي شخصيات مختلفة ومتنوعة بأفكار مختلفة ومتنوعة، فهي منهوة تستحق وقتك. لو بتحب بقى المنهوة والمنهى ما تنساش الاشتراك واللايك لو عجبك الفيديو. يلا سلام.